مرحبا. الحلقة 9 من فن تافه. معنا الفناني ياسمين عز. نطلع الفرعون السحاب الفوق، يقول كلام ملهوش فايدة، يقول كلام تافه. المهم الحلقة النهاردة على ياسمين عز. شوف انا هتقول ايه. دي مش عايزه افاجئك واقول لك الكبيره بقى. تعرف يا فرعون يا تاج الراس ان من اهم مميزات مراتك المهندسه او خطيبتك المهندسه ان لما تيجي تعمل لك اكل او تعمل لك حله محشي مش هتلاقي مثلا صباع في ورق العنب اللي بتعمله لك هيطلع مش قد التاني او مش مظبوط. هتلاقي كده ما شاء الله حله المحشي مرصوصه رصه هندسيه متكامله الاضلاع والاركان. لازم هنا على لف الورق الكرنب والعنب والحوادث اللي هقول عليه تافه زي هي الفايدة يعني لما يكونوا كلهم مظبوطين. يعني عادي يكون واحد كبير واحد صغير، هي فيها يعني تسبيعتك يعني قد بعضهم بالظبط. حتى كلامي تافه مش معقول. قال مراتك المهندسة قال تظبط لك الصوابع زي بعضها الدم. هي الفايدة برضه لما ألقى الصينية مرصوصة رصة كده هندسية ما فيش فايدة. هو الفكرة في الطعم مش في الرصة والرصة. كرنتي تافه. تاني، وانتي بتعملي السلطه لجوزك ما تحطيش الطماطم المؤنث جنب الخيار المذكر، غلط. يعملوا قفله في وشك تتكهربي تموتي بعد شهر عليكي وعلى حواليكي. الطماطمايه المؤنثه مع الخيار المذكر نو. يعني ايه الكلام ده وليه بقى؟ دي دراسه، هنحكي في موضوع الدراسه ده وانا جبتها منين بعدين. ده بيعمل طاقه نكد في البيت وخناق على الاكل بسبب طبق السلطه العشوائي ده اللي بتعمليه. طماطم وخيار سالب وموجب تخلطيهم، انت حره. حد يقول لي طيب ما هي مفرط. قال كمان هي على فيديو الخيار والطماطم، يعني كيف ما احطش الخيار جنب الطماطم؟ وهي يعني الاختصاص يعني ما وهي الفايدة لما احطهمش مع بعضيهم. خيار وطماطم فواكه خضروات حطهم على جنب بعضيهم مش هتقطع مع بعضيهم. ايه هو اللي عيب وغلط؟ تقول الكلام من مخك. اسمه ايه دي؟ اسمه تفاهي، اسمه عبط، اسمه والخيار المذكر تحطوش جنب الطماطم المؤنثة. ليه انت مش مؤنثة وجوزك مذكر يحطكمش جنب بعضيكم؟ لا وكمان تقول لك غلط. هي الغلط ما نعرفش ايه اللي غلط يعني فيهم يعني. اعمل ايه واتصرف ازاي؟ طبعا حضرتك بعد اكيد بعد ما ظهرك وجعك من نومه الكنبه بره عشان اتقمصتي وطلعتي، فما تلوميش الا نفسك. المثل بيقول لك ايه؟ جوزك على ما تعوديه، وانت من الاول عودتيه تنامي في الناحيه اللي جنب الحيط، فما تجيش بعد كده فجاه وبدون مقدمات عايزه تغيري طقوسه وعاداته وتقاليده ومكان نومته وتنامي مكانه على الحرف. استهدي بالله وارجعي نامي مكانك مره ثانيه. وبعد كده لما تحسي ان انت مخنوقه من النوم او مخنوقه عموما انت نايمه جنب الحيطه، جيبي معدن، جيبي عمله كوين من الجنيهات بتاعتنا الجميله. يعني اسمهاش عملة، اسمها فلوس. جنيه تلقوا العملة عملتين. انت يعني جاية من برا عملة ومش عملة. عملة قال عملتين. قولي فلوس، قولي الدنيا حديد، وقولوا لي نلعب انا وانت. لا انت هنا على من برا يا بيرتي. انت مين؟ عملك اعلاني يعني معلني يعني يطلعك على التلفزيون. مين انت عملك كذي؟ شلوه خلص من جد من التلفزيون المصري من على MBC مصر. شلوه هدب المرض ديت هدب المرض. جوزي بيجري ورا الستات اعمل ايه؟ خديها بالمعنى الايجابي. ازاي؟ جوزي بيجري يجري من فعل يجري، اذا
رياضي، جوزك رياضي، جوزك رياضي، افرحي يا مدام افرحي. لو جوزك هيجري ورا الستات هو كده مش هيجري وراهم، هو رياضي. دي تفسير مين؟ ياسمين عز. هو دي تفسير ياسمين عز. هو هيجري ورا الستات كده يبقى هو رياضي. كيف يعني رياضي هو؟ لا كده هو مش هيبقى رياضي، كده هو يعني سواء. كانت تقول لي رياضي ومش رياضي، لا مش رياضي. اقول تاني، لو هو عايز تكييف وانتي مالكيش في النوم في التكييف هتعملي ايه يا مدام؟ هتسيبي الاوضه للفرعون عشان ينعم بالفيلم. انتي بقى هتروحي فين؟ روحي في اي حته في الشقه، شقه كبيره. هو انتي قبل ما تتجوزي مش كنتي بتتخانقي على مساحه الشقه وعايزاها 185 متر من غير بروز ومناور عشان يوم ما هو يحب ينام في التكييف تضايقيه؟ اطلعي يا ست الكل نامي بره في حضن عيالك، ولا نامي على الكنبه، نامي على الكنبه، مالها الكنبه؟ ما انتي ممدده ظهرك طول اليوم وهو طالع عينه في الشغل. كده عندنا مشكلة. لو انت هتحب الحر سيب التكييف الجزء خالص، وسيب الأوضة كده واطلع خالص كده بعيد عني ونام في أي مكان يكون حرارة. لازم يكون حرارة تصمت صمت. هتقولي لي أنام تحت التكييف؟ لا، ما تنفعش تنام معاه هي. ليه تنام معاه؟ ياسمين عز طبعا الكلام ده. إياكي ثم إياكي ثم إياكي وانتي حامل في أول 3 شهور أسمعك تقولي لفرعونك مش طايقة أشم ريحتك. مش طايقة تشمي ريحة مين؟ مش طايقة تشمي نعمة ربنا؟ مش طايقة تشمي بركة عمرنا؟ مش طايقة تشمي حلاوة شمسنا فرعوننا الصغير الكبير؟ مش طايقة تشمي مين معلش؟ قولي تاني كده. أمال تشمي إيه؟ تشمي ريحة شعرك؟ تشمي ريحة شعرك كل تقول دوزك مش طايقة شم ريحتك، وسع بعيد عني. ليه تقول زي كده؟ هي طايقاش ريحته، طايقاهوش خالص إنه يقعد قدامي. افتح أنا شوية. ليه ما تقولهوش؟ شغلانة عافية هي. كل واحد ليه حق، بس بعد الحق دي ليه حدود ما يعدوهاش. جيت تقولي لي أول تقولي لي طيقاش ريحتك، لا قولي له. أقول له قولي له ما عليك، أصل جوزك دي هو نعمة من ربنا يعني ليك أنت يعني. كلنا نعمة لبعضينا. لا بس أنت تقوليلوش الكلمة دي عشان هو نعمة من ربنا. الكلمة دي بالذات ما تقولهاش لدول. تعالى نشوف ياسمين عز هتقول لنا على صحن السلطة. السلطة دي أصلها إيه؟ أصل طبق السلطة الخضراء واحدة ست اتأخرت عن عمل الغدا لجوزها، جه الغلبان الهفتان الشقيان عايز الغدا، جريت هي على المطبخ بسرعة تطلع البواقي اللي عندها لقت خضار، جت تحطه ما كانش فريش، نسيت طبعا تجيب خضار اليوم كالعادة، وكانت قاطمة منه أكلة منه. بتقوم بالليل تتمشى في المطبخ هي تقطم في الخضار وتقطم في الفاكهة، تقول لك عشان البيبي وترجع تنام على ظهرها، ما علينا قصة تانية. المهم الطماطمية مقطومة، الخيارية متاكل نصها، قالت لك بقى ايه مش هقدر اقدمهم لجوزي كده، اقطعهم قربا قربا ولا اخبطهم على بعض سلطه واكلهم لغلبان الشقيان يسدوا نفسه وتقول لك هي مفيده وصحيه. مش هياخد باله ويشبع وهو اكل صحي بالمره، وقد كانت من هنا نشأة السلطه. أول حاجة المصريين مش هيقولوا كالعادي خالص، يعني ما أشوف حد مصري هيقول كالعادي. ممكن يقول زي كل يوم ماشي، لكن يقول لك العادي أنت هتصطنعي. يعني دي مش كلام مصري خالص اللي أنت هتقوليه. مش عارف أنا دايبة محتواك دي منين، وأنا من ده تعرف شهوتها منين. يعني مصر يعني ما شفتش واحد مصري كده قدامي هيقول قربة، هيقول حتة حتة. ده تقول لي ده قربة كده منين؟ كده منين؟ وانت صح كيف تقولي الهفتان الشقيان؟ ما انت عمالة تصعد في الراجل الفرعون تاد راسك، وتاني دورك تقولي هفتان عليه. حقيقتك بانت هياتي. تعال نشوف ياسمين لما هتلبس الحجاب هتعلمهم يلبسوا الحجاب كيف. لما تيجي تلبسي الحجاب بتاعك، واكيد ده انتوا عارفينه اكتر مني بس يمكن في بنوتات مثلا بيتفرجوا مش عارفين، كل مره افرقي شعرك على جنب شكل. يعني مثلا انا دلوقتي قصتي كانت مفروقه من الجنب، شفتوا لما حطيت البندانه ازاي نامت حر ونامت خلاص، انت كمان في الصيف فقفلتي عليها بحاجه.
فما تقعديش كل مره تلبسي الحجاب وانت عامله نفس الفرق، مره افرقي من النص، مره رجعي شعرك على ورا عشان الشعر ما يتنحلش وعشان الشعر ما يفضلش يهبط على نفس الناحيه. فاهماني؟ شفتي انا عارفه كل حاجه ازاي. كلمة في النص ديتي يعني عيب عليك يعني الصراحة، يعني الناس هتفهمها غلط. هي صح الكلمة عادية بس الناس هتفهمها غلط. كيف تقول في النص انت؟ كيف تقول في النص؟ بس من عز يا عم الحلقة خلصت، وهتنسى اللايك وهتنسى اللايك. باي باي. لو عندك سؤال اسأله، هعمل فيديو أرد فيه على الأسئلة. باي باي.